السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طيب اول حاجة احنا قلنا هنعمل حتة الاي سي. طيب عشان بس اعمل اللوجيك بتاعي مرة واحدة، تمام، هنعمل برضو تو variables كده. نسمي واحد اسمه string ويكون او من نوع string هنسميه number، وهنديله مثلا ايه empty string في الاول، ونفس الكلام برضو بس هنعمل واحد تاني نسميه operator عشان نخزن فيه الاوبريتور بتاعتنا، تمام كده. طيب ليه انا عملت ده؟ اول حاجه النمبر ده هيبقى تخزن فيه الرقم. انا دلوقتي لما باجي اجمع او باجي اعمل عمليه حسابيه، ماشي، بيبقى عندي رقمين، الرقم الاول ماشي، وبيبقى عندي مثلا هنا العمليه الحسابيه وهنا الرقم الثاني، ماشي، تمام. فالرقم الاول ده هو في الاول اصلا هيبقى عباره عن الريزلت. لما اجي ادوس بقى على العمليه الحسابيه سواء ضرب او اسم او ايا كان، المفروض ان هو الرقم ده يتخزن عشان اقدر اضيف رقم جديد. فالرقم ده هيتخزن في النمبر ده، والرقم الجديد هيبقى فين؟ في الريزلت، وهكذا. والاوبريتور طبعا هتبقى متخزنه في الاوبريتور، تمام كده. يبقى انا كان ممكن اعمل فاريبل تاني واسميه مثلا نمبر 2 كده، او نمبر 1 ونمبر 2، واخزن مثلا في الاول وفي التاني، بس مفيش داعي طالما انا عندي الريزلت. فالريزلت هيتخزن فيه دايما الرقم الجديد، والرقم القديم هيتخزن في الايه في النمبر ده، تمام. ده كده شرح بسيط، وبرضه هتوضح ان شاء الله مع ايه مع الامثله وكده. طيب دي كده اول حاجه بالنسبه للفاريبلز. طيب ممكن نعمل حاجه بسيطه كده برضه، ان احنا نيجي هنا، ماشي، دي واحده، واحدد ده كده، واجي هنا واقول له خليهم كده في سطر واحد عادي، بما ان ليهم نفس الايه نفس الداتا تايب. طيب هيجي حد يقول لي ده ستاتيك يا يوسف. يعني ايه ستاتيك؟ يعني انا اقدر اكسسهم من بره، صح؟ طبعا. فاجي هنا مثلا اشيل الريزلت ده واحط مكانه ايه؟ ما اقدرش اكسس النمبر ولا الاوبريتور. طب ليه؟ عشان انا مخليهم هنا برايفت. انا مخلي اللهم صل على النبي، مخلي اللي هي الاندرسكور دي، فدي بتخليه برايفت. لو انا شلت الاندرسكور دي من هنا على طول هيبقى ايه؟ هيبقى اكسسبل على طول، اقدر اكسسه من بره، ماشي. فالاندرسكور دي بتخليه برايفت فاريبل، تمام. طيب انا ليه مخليه ستاتيك؟ ليه ما مش مخليه مثلا عادي؟ لان هو هيبقى جوه ستاتيك ميثود، تمام. فعشان اقدر اكسس او اقدر استخدم فاريبل جوه ستاتيك ميثود لازم يكون هو نفسه ايه؟ ستاتيك، تمام كده. طيب لو جيت برضو يعني شلتها رجعتها زي ما كانت اهي، وجيت هنا قلت مثلا هخلي النمبر هو اللي ياخد ايه بص هيديني ايرور ان هو مش static. this instance member can be accessed from a static method. فلازم ان انا اخليه ايه؟ static، تمام. فهاجي هنا كده ونحدده، ماشي، خلاص. طيب ايه اللي احنا هنعمله بقى دلوقتي؟ احنا اول حاجه هنعمل الاي سي. في حاله الاي سي انا عايزه يصفر لي الريزلت، عايزه كمان يعمل لي ايه؟ عايزه كمان يخلي لي النمبر ده ولا حاجه، يرجعه للديفولت فاليو بتاعته، وعايزه كمان يرجع لي الاوبريتور للديفولت فاليو بتاعتها، تمام. ممكن اخد الحاجات دي، طبعا عملت كنترول سيف هيبقى في 3 سطور 4، فممكن اخليهم في سطر واحد عن طريق ان انا ايه؟ احطهم جوه سكوير براكت كده، واخلي بينهم كوماز، وكده بقوا ايه؟ في سطر واحد، تمام. نلم الدنيا شويه قد ما نقدر. طيب تاني حاجه او تاني كيس عندي هتبقى ايه مثلا؟ هتبقى اللي هي البلس والماينس، صح ولا لا؟ اللي هي بلس اور ماينس، ماشي. طيب دي هعمل فيها ايه؟ انا دلوقتي محتاج اعرف هو في اصلا ماينس ولا لا. فعايزين نقول ان انا هغير في الريزلت بتاعي، وهقول لو الريزلت ماشي دوت فيرست، مش هيديني فيرست، تمام، ده اللي في الليست. طيب خلاص هنأكسس الايه؟ الفيرست او اول عنصر او الاليمنت، ماشي. اقول لو ده بيساوي اللي هي علامة الماينس، تمام. لو هو بيساوي علامة الماينس فعلا، فانا عايزه يشيل لي علامة الماينس دي. طب هشيلها ازاي؟ انا هشيلها بان انا هعمل سب سترينج، او هاخد قطعة كده من الريزلت بتاعي، هتكون القطعة دي بدايتها بعد الشرطة للاخر، تمام. يعني انا كده من الاخر انا هتجنب الشرطة بس، فكده ايه؟ كأني بطلع الشرطة او بحذف الشرطة، تمام كده. طيب في حالة ان هي مش موجودة انا عايزه يضيفها، فهخليه يضيفها ازاي؟ هاجي اقول له بكل بساطة، ماشي، هنعمل كده ايه؟ ونضيف هنا الريزلت،
تمام. انا كده عملت سترينج، السترينج ده بدايته شرطه، وضفت الريزلت ايه كفاريبل جوه السترينج ده، فبقى ايه، فبقى متضاف. طيب لو قلت 5 اهو بالظبط كده، لو قلت 8، طبعا مشكله الارقام دي هنظبطها مش مشكله، بس اهم حاجه ايه، هنمشي واحده واحده بس ونتاكد ان ايه، ان الدنيا شغاله معايا تمام. فانا كده خلصت الايه البلس والماينس. هاجي اعمل كيس ثالثه اللي هي بتاعت ايه، اللي هي بتاعت البرسنتج. تمام كده. فالمفروض ان انا لما اجي ادوس على البرسنتج يقسم لي على 100 صح ولا لا؟ طيب انا هعمل حاجه بسيطه كده هنعرف هي ليه او ايه لازمتها. انا ممكن دلوقتي اجي اقول ان انا هعمل نمبر كده، ده طبعا ايه نمبر بس هنا عشان لوكال، واللهم صل على النبي، وهنا بعرفه بان هو هيبقى نوع دبل يعني ماشي. فاقول له الدبل، هاجي هنا اعمل بارسنج. يعني ايه بارسنج؟ انا هنا بحول السترينج لايه، لرقم، فبنعمل له بارسنج. تمام كده. هياخد الريزلت ده ماشي، وهقسمه على كام؟ هقسمه على 100 برسنتج منطقية. طيب عايز بقى هنا اعمل حركة كده، لان دلوقتي لو جيت انا خليت ده بشكل مباشر كده، لو قلت ده الريزلت ماشي، وجيت مثلا هنا اللهم صل على النبي وقلت ايه، اللهم صل على النبي، هحول ده لسترينج عادي، اقول له هنا تو سترينج عادي جدا، وممكن اعملها وخلاص ماشي. فلو جيت هنا قلت 9 ودوست البرسنتج هيبقى 100 عادي. بس الفكرة بالنسبة لي او اللي انا مش عايز اعمله، ان انا لو جيت هنا قلت مثلا ده ب100 ماشي، خليني مثلا اجي اقول ان ده هيبقى 100، خليه يعمل اوت ريلود ماشي. جيت انا عملت اي سي بقى ب100 صح. لو جيت عملت البرسنتج هيديني 1.0، لا انا مش عايزه 1.0، انا عايزه 1 بس. يعني عايز اقول لو هو عدد صحيح خليه عدد صحيح زي ما هو، لو هو انتجر خليه انتجر زي ما هو، متحطليش 0.0 دي. يعني انا دلوقتي برضو لو خليت دي مثلا 500، لاحظ معايا هرجعه بالاي لو جيت عملت البرسنتج هيبقى 5.0، لا انا عايزها 5 بس. انا عارف دي تفصيله ممكن تبقى يعني زياده شويه، بس ايه نبقى عارفين برضو ازاي بتتعمل. تمام. فنرجع هنا بس الحاجات زي ما كانت. طيب اقدر اعمل ده ازاي؟ هنعمل ده عن طريق ان انا قلنا هنحول ده لدبل وهنقول ده نمبر، وهاجي بقى هنا دي التركه اللي انا تخليني احول ده. لو انا مكتفي او يعني راضي بحاجه زي كده بالسطر الاول ده مفيش مشكله، ممكن ايه ما اعملش السطر التاني اللي انا هعمله دلوقتي. طيب هو احنا هنعمل ايه؟ هنيجي نقول له الريزلت هيساوي، هنعمل كونديشن بسيط، هقول له النمبر لو بيقبل الاسم او الريمايندر بتاعه على الواحد ايكوال 0، ده هنا بيعرفني هل هو انتجر نمبر ولا لا ماشي. فلو هو بيساوي 0، لو الاسم بتاعته او باقي الاسم بتاعه على واحد هيساوي 0، معنى كده ان هو انتجر. تمام. فاقول له النمبر ده حوله لي لايه، تو انتجر. تمام. طيب لو هو ما بيساوي 0 فمعنى كده رجع لي النمبر زي ما هو، لان هو كده ايه مش انتجر. وهنا في الاخر اقول له تو سترينج. نيجي بقى نجرب الحركه اللي كنا عاملينها دي من شويه. لو جيت هنا مثلا قلت 500 ماشي، وجيت دوست على الاي سي، لو جيت دوست على البرسنتج هترجع لي 5 عادي. تمام. وال100 برضو اي رقم بعد كده خلاص هتبقى ايه، هتبقى تظبط معانا. طيب ده كده خلصنا البرسنتج. نيجي بعد كده لعلامه ايه، اللي يساوي، ولا نأجلها نخلي يساوي بعدين شويه. طيب هاجي بعد كده ايه لعلامه الايه الاوبريتور، الكيس بتاع الاوبريتورز. عندي البلس والماينس والضرب والقسمه، هما كلهم هيبقى نفس الفكره او نفس الحاجه، فبدل ما اكرر الكيس بتاعتهم خلينا اخليهم كلهم في نفس الكيس. طبعا اقدر اعمل ده ازاي؟ هاجي اقول هنا اللي هي القسمه، واجي هنا اقول له اور. تمام. من غير كيس معلش. هاجي اعمل بقى ايه اللي هي الضرب، بعد كده اور اللي هي البلس او اول حاجه الماينس ماشي، ماشيه بنفس الترتيب بتاع الكالكوليتر. اخيرا عندي البلس. تمام. هاجي هنا هقول له ايه، هعمل حاجتين. اول حاجه زي ما اتفقنا ان انا هخلي النمبر، هخزن ايه، هخزن الريزلت جوه النمبر. تمام. اتفقنا على كده. تاني حاجه هخزن الاوبريتور جوه الاوبريتور بس ماشي. يبقى انا لما اضغط واحد من دول فواحد من دول هيبقى الليبل، بس انا معرفش انهي واحد، فعشان اعرفه هاخد الليبل ده واخزنه في الاوبريتور، لان هو هيبقى في الليبل. تمام. والريزلت بتاعي هخزنه في النمبر ماشي، تخزين مؤقت بس. يعني هنا عملته ما عملتش اي حسابات ولا اي حاجه، هنا بخزن بس القيم عشان بعد كده لسه هيجي لي رقم تاني اقدر بقى اشوف هجمعه ولا هضربه ولا اطرحه على حسب الاوبريتور دي. تمام. لو جيت عملت هنا سيف هيديني هينزلوا سطرين، فممكن عشان المهم سطر واحد هاجي هنا زي ما عملنا قبل كده ايه المهم كده
طيب ماشي. طيب بعد كده هاجي الكيس اللي عندي اللي هي مثلا مش مثلا اللي هي الدوت. لو انا عايز اعمل دوت، عايز اضيف دوت، ماشي، عايز احول الرقم من هو انتجر اخليه بتاع ده دبل او فلوت، تمام. بس طبعا مفيش فلوت هنا فبنسميه دبل. هاجي هنا اعمل كونديشن، هقول له لو الريزلت بتاعي ده دوت كونتينز، لو في الدوت، لو الريزلت ده جوه الدوت، انا عايز اقول له بقى نوت، يعني لو ما فيهوش الدوت دي ضيف الدوت بس بكل بساطة، بلس ايكوال الدوت بس. تاني كده يبقى انا بقول لو الريزلت او الرقم اللي عندي ده ما فيهوش دوت ضيف لي دوت، بمعنى هنا ده كان ما فيهوش دوت فضيف لي دوت، واقدر بعد كده ان انا احط الرقم. طبعا هنعدل ده بعدين، بس هنا مثلا وليكن ان هو 5 او 0 في دوت، اقدر اضيف دوت تاني؟ ما اقدرش، طول ما انا بدوس ما بيضيفش، فهي مره واحده بس، ماشي، وما بيشيلهاش. اللي عايز اشيلها اعمل بقى اي سي، ماشي، او ممكن نعمل باك ارو بعد كده، او باك سلايد يمسح لي مثلا اخر حاجه، ممكن نبقى نضيفها قدام، تمام. طيب نيجي بقى لاهم حاجه اللي هي الديفولت، اللي هي يعني ايه الديفولت؟ اللي هو الباقي. طب ايه الباقي؟ احنا هنا عملنا الاي سي وعملنا البلس والماينس والبرسنتج والاوبريتورز والدوت، يعني اللي باقي كده الارقام، الزيرو 1 2 3 4 5 6 7 8 9، ده كده الباقي، لان كل دول عملناهم، تمام، فباقي الارقام بس. فهنا نيجي نقول ريزلت، او هنعمل بقى ايه كونديشن بسيط كده، هقول له لو الريزلت بيساوي 0، انا عايزه ما يضيفش عليه، انا عايزه يبدله، صح ولا لا؟ فهاجي اقول له الريزلت هيساوي الليبل، تمام. يعني لو هو 0 خلوه لي مثلا 6، لو اللي احنا نفس الريزلت او نفس الكونديشن او نفس الكود اللي كنا عاملينه، بس اللهم ان احنا ضفنا الكونديشن ده. طيب هاجي اقول له else if، ماشي، هيدينا طبعا هنا الكيرلي براكتس، هنشوف هنشيلها ازاي وهنعمل معاها ايه. فهاجي اقول له الريزلت ايكوال انا هنا بقى ايه سالب 0 عشان بس ما يعمليش مشكله، لان هنا لو جينا هنا قلنا ان ده بسالب وجيت دوست على اي رقم، فايه لحظه عشان ده هنا الايرور ده موجود، لو جيت او الكونديشن ده موجود، هو هنا دلوقتي لو جيت دوست كده مش هيغير معايا، فده كده مشكله، صح ولا لا؟ فلازم ان انا اعمل حساب حاجه زي كده، واجي اقول له ايه الريزلت، ماشي، ايكوال الايه اللي احنا كنا عاملينه فوق اللي هو النيجاتيف، وبعد كده نقول له ايه الدولار ساين ريزلت، بس كده، ماشي. بحيث اجي اقول هنا لو قلت اي سي، لو قلت ان هو سالب 0 وجيت ضفت الستة، فيبقى ايه هو ضاف الريزلت ليبل بقى، معلش، تمام. تاني كده اهو، لو هو 0 خليته سالب، لو جيت دوست ال5 فيبقى سالب 5، لو هو 0 ضفت سالب دوست على 8 يبقى سالب 8، وهكذا، ماشي. فده كده لوجيك ممكن نغير فيها على حسب ما احنا عايزين، بس انا عايز الكالكوليتر بتاعتي تبقى ماشيه كده، تمام. ده اللوجيك بتاعنا. اخر حاجه واخر ال سي اف بتاع عندنا اللي هي هتبقى ايه، لو الريزلت عندي انا عايز الريزلت، طبعا ممكن ازود ارقام يعني بالطريقه دي، انا ممكن اقعد ازود في ارقام كده، او معلش هنا كده المفروض ان هو بيزود ارقام على حسب ما انا عايز، ماشي. او هو ممكن ايه في الاغلب كده، لو جيت هنا دوست وقلت مثلا الريزلت من غير كونديشن بقى، قلت بلس ايكوال الليبل، ماشي، فلو جيت هنا دوست هلاقي ان هو بيزود ارقام وهيقعد يزيد معايا وهيديني مشكله. طبعا هنا كمان انا لو خدتوا بالكم من حاجه، انا هنا ضايف فيتد بوكس، فلو شلت الفيتد بوكس ده، ماشي، هلاقي كده ان هو ايه طلع لفوق، ده منظر مش لطيف قوي، ولو قعدت ازود كده هيفضل يزود ومش هيخلص معايا. طيب انا مش عايز كل ده، ما ينفعش معايا ده، انا عايز اول حاجه احده واخليه ان هو ما يزيدش عن مثلا ارقام معينه، يعني مثلا وليكن ما يزيدش عن كده، لا انا عايز بس اللي هم ال10 ارقام اللي فوق، ماشي، مش عايزه يزيد عن كده، مش عايزه يبقى 11 مثلا، ده مثلا كده 10 ارقام تقريبا كام، 10 مليون او لا تقريبا 100 مليون، والله ما فاكر. المهم يعني ايه انا مش عايزه يزيد عن 10 ارقام، فاول حاجه هنعملها زي ما كنا عاملين هنا، هنرجع الفيتد بوكس. طيب بس ده مش حل، لازم برضو ان انا هنا اخلي جوه التكست بتاعي اضيف له ايه حاجه بروبرتي جديده اسمها ماكس لاينز واخليها 1، ماشي. يبقى انا كده هضيف الماكس لاينز، ممكن اجي هنا بس ايه
خليها فوق الستايل. طيب يبقى انا كده لو جيت ضفت التكست هو بيصغر بس ايه في نفس السطر، ما بيزيدش عن السطور، تمام كده، او ما بيطلعش لفوق، تمام. ممكن كمان ان انا احد بقى الرقم نفسه عن طريق ان انا اقول له ايه اف او else if بقى، ماشي. else if لو الريزلت دوت لينث اللهم صل على النبي اقل من 10، تمام. لو هو اقل من 10 تمام، احنا هنتعامل معاك. لو انت اقل من 10 فهاجي اتشيك على ايه، هاجي اتشيك على حاجة تانية اللي هي الاوبريتور، تمام. فهقول له لو الاوبريتور دوت از امتي، لو الاوبريتور فاضية هتعمل ايه، هتضيف عادي، هتجمع الارقام على بعض، بمعنى هتجمع الارقام على بعض عادي. طيب لو ما كانتش فاضية لا، يبقى انت ده كده رقم جديد تاني كده تاني. انا دلوقتي بقول لو ده 9 والاوبريتور فاضية مفيش رقم، فانت زودهم على بعض زي الطبيعي جدا. طب لو دوست انا بقى على ضرب مثلا، لا يبقى ده كده ايه رقم جديد، صح؟ ما هو بين الاوبريتور والتانية يعني كده رقمين، فطالما دوست على الاوبريتور يبقى ده كده رقم جديد، صح ولا لا؟ لحد دلوقتي ما عملناش اللي يساوي، ماشي. لما بدوس عليها بيديني ايرور. طب عشان بس امشي الانفو مسج دي، ماشي. هو طبعا لو عملت كنترول اس هيخليهم كده، ممكن اضيف كيرل براكتس وبتاع، بس هم عشان سطر واحد فما بحبش اضيف الكيرل براكتس، ماشي. بضيف الكيرل براكتس لو عندي اكتر من سطر، انما سطر واحد ما بحبش اضيفه. فخلينا نلغيهم عن طريق ان انا ايه هضيف كده الاجنور ده، تمام. ده كده بيعمل اجنور لللينكس بحيث ما يقعدش يديني ايه المسج انفو دي او الورنينج انفو، تمام. طيب بقينا كده علامة الايه اللي يساوي، تمام. هاجي اضيفها فين مثلا، وليكن خلينا نضيفها مثلا، اللهم صل على النبي، نضيفها مثلا تحت دي. ممكن اخلي بما ان دول يعني صغيرين فممكن اخلي دي فوق كده شوية، ماشي. برضو فوق دي ماشي. الترتيب بتاعهم شوية يبقى احسن. هاجي اضيف بقى هنا، هضيف كيس اللي هي بتاعت الايكوال. طيب في الايكوال هيبقى فيه شوية ايه لوجيك وتركيز شوية، فنركز مع بعض. اول حاجة انا عايز حتة ان انا لما اجي اعمل كالكوليشن بتاعتي تكون لو هي انتجر يبقى انتجر، لو هي دبل يبقى دبل، نفس الفكرة اللي عملناها هنا. فهعمل فاريبل على طول هنا اسميه مثلا وليكن calculated، عايز انا كاتبها غلط، تمام، calculated، تمام، ماشي. الكالكوليتد دي هنيجي نعمل بقى ايه برايفت ميثود تانية هنسميها مثلا calculate. الكالكوليت دي هتاخد 3 بارامترز اللي هم لا مش دبل، هتاخد دبل دوت بارس، ماشي. هنعمل بارسنج لاول رقم اللي هو عندي ايه اللي هو النمبر، ماشي. وهتاخد برضه دبل دوت بارس تاني رقم بقى اللي هو ايه result، صح؟ لا result صح. واخيرا بقى هتاخد اخر حاجة اللي هي ايه الاوبريتور، تمام. دي كده اللي هتعمل لي الجمع والضرب والطرح والاسم، تمام. فهنخليها كده في ميثود مستقلة لوحدها عشان ما نعقش الدنيا، طيب، او ما يبقاش الموضوع كبير شوية. فهنيجي هنا طبعا هنخليها static method، ماشي. هتريتيرن دبل لان احنا قلنا واتفقنا ان ده دبل، وهنسميها طبعا بنفس الاسم calculate، ماشي. هتاخد زي ما قلنا 3 arguments زي ما اتفقنا. الدبل هنسميه مثلا num1 اللي هو number 1 يعني، ودبل num2، واخيرا string اللي هو ايه operator. مش هيكملها لي، طيب يعني ماشي، تمام. هنيجي بقى نعملها عن طريق، طبعا انا هعمل يعني منطقيا كده هعمل سويتش على ايه، او هعمل كونديشن على ايه، على الاوبريتور ده. لو هي مثلا بلس هجمعهم، لو هي ضربة مثلا هضربهم، لو هي طرح هطرحهم، وهكذا. فعايزين نعمل سويتش، فعشان نعمل سويتش زي كده دي كبيرة قوي، ففي حاجة دارت عاملاها اللي هي ايه سويتش اكسبريشن، ان انا بعمل سويتش مختصرة كده وفي سطر واحد، ماشي. فهنيجي نحول كده ونيجي نكتب ايه سويتش، ماشي. وهاجي طبعا هعمل ايه، قلنا اتفقنا ان هي تبقى على الاوبريتور، تمام. هاجي اقول بقى ان انا اول حاجة لو عندي، اللهم صل على النبي، لو عندي
علامة مثلا، خلينا نمشيهم بالترتيب، الاسم، فهقول له num1 اسمة num2. تمام كده. طيب لو عندي علامة الضرب فهيبقى الnum1 مضروب في الnum2. لو عندي علامة الطرح هيبقى num1 مطروحة من num2. أخيرا لو عندي، طيب في حالة هنا أو ممكن حاجة نعملها، إن احنا نعمل الكيس الأخيرة دي يبقى خلاص أي حاجة، إن أنا عن طريق إن أنا أعمل كده وأقول له مثلا num1 plus 1 num2 خلاص ماشي. وهاجي طبعا هنا عشان بس إيه ما يزعلش، هديله بس الإيه السيمي كولون خلاص كده. بس دي كيس مفتوحة أوي، هي طبعا احنا عارفين إن هي مش هتيجي حاجة غير البلس، فعشان كده ممكن أعملها كده، بس أنا مبحبش أخاطر وأعملها كده، بحب دايما في السيف سايد. فهاجي هنا واعمل دي ايه بلس. في حال ان لو الآلة بتاعتنا الحاسبة لا قدر الله اتهكرت وحصل لها اختراق وكده، يبقى ايه، فاحنا عاملين مثلا اي ايرور هاندلنج كده او اي حاجة ان احنا ايه، بهزر طبعا ماشي، هنرجع بس زيرو. يعني في حالة لو جالي اي اوبريتور غير الاربعة دول، ده في حالة يعني شبه مستحيل او مستحيل فعلا، لو جالي اي اوبريتور غير الاربعة دول يبقى ايه، يبقى رجع لي زيرو. تمام كده. ده طبعا في حالة مش هيحصل اصلا، بس ما علينا. طيب دلوقتي هل احنا كده خلصنا؟ لا، انا لحد دلوقتي عملت الكالكوليتر بس. المفروض بقى ان انا اعمل نفس السطر ده، ان انا اطبعه بس او ادي له الريزلت. فهاجي اقول له الريزلت هيساوي ماشي، هاجي ادخله نفس الكونديشن الكالكوليتد باقي الاسم على الواحد او مود الواحد ايكوال زيرو. لو فعلا ايكوال زيرو يبقى هو ده انتجر، يبقى احنا المفروض ان احنا نحوله ل to انتجر. لو هو مش انتجر يبقى خليه زي ما هو ورجعه لي زي ما هو، وفي الاخر بس هحوله ل to string. معلش to string. تمام بس. طيب لو جيت دلوقتي او جينا نجرب دلوقتي، قلت 6 ضرب 5 هيساوي 30 زائد 3 هيساوي 33 ناقص 10. طبعا الواحد عشان الواحد او الرقم التاني مش متضاف عليه حاجة، هو بياخد رأس رقم واحد لحد دلوقتي. لو جيت قسمت مثلا على الأربعة ماشي، زودت عليها 5 ماشي، جيت أضيف البتاع ده مش هينفع طبعا. جيت أخد المود أو أخد الاسم على 100 أو البرسنتج ماشي، جيت ضربت مثلا في 100 ماشي. او هو المشكله في الارقام ما بيضيفش الرقم التاني زي ما احنا شايفين، ما بيضيفوش على بعض ماشي. لو جيت عملت AC او لو جيت قلت مثلا 2 زائد 33، واخدين بالكم الرقم التاني ما بيتضافش، هو بياخد بس اول رقم. فدي مشكله المفروض احنا ايه نعدلها وكده ان شاء الله ونظبطها. بس بشكل مبدئي هي دلوقتي بقت تعمل العمليات البسيطه اللي هي ايه الضرب والجمع والطرح للرقمين. فلحد دلوقتي تمام، عشان بس ايه وقت الفيديو بقى طويل قوي ماشي وكبر مننا، فهنقف لحد دلوقتي لحد كده ماشي. يا رب يكون الموضوع سهل وبسيط. حاولت اخليها ابسط شكل ممكن، من غير تعقيدات، من غير لوب، من غير لوجيك، من غير مش عارف ايه، يعني كده ابسط شكل ممكن. حاولت اكرر نفس الحاجات، حاجات بسيطة خالص سهلة ماشي، حاجات ممكن نكون خدناها او قربنا منها شوية في الفيديوهات اللي فاتت. يا رب يكون سهل وفهمتوا منه. لو في اي سؤال برضو بحطولي في الكومنتس مش مشكلة. بس يا شباب كده نكون خلصنا الفيديو النهاردة. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وزي ما قلت اللي عنده اي سؤال يكتبه في الكومنتس. والسلام عليكم.